دولة بعتت رائد فضاء للفضاء ونسيوه فوق. رائد فضاء مهندس طيران عنده 33 سنة، فضل يتدرب سنين على الأرض علشان يعرف يعمل رحلة فضاء لمحطة فضاء كانوا بيحاولوا يطوروها في الوقت ده اسمها ماير، ومعناها السلام، وهي محطة فضاء تابعة للاتحاد السوفيتي. الكلام ده قبل ما يتفكك، وعدت سنين التدريب اللي كان المفروض الرائد ده يتدرب فيها، وجت مرحلة ان هو المفروض يطلع للفضاء، وفعلا بدأ الرحلة بتاعته. وصل على بعد 350 كيلو متر محطة الفضاء ماير، وبدأ ينجز المهام المطلوبة منه في المحطة دي. لكن حصل اللي ما كانش ممكن يتخيله ابدا في يوم من الايام بعد ما يطلع للفضاء ويسيب الكرة الارضية. الرحلة دي كان مقرر ان هو المفروض يقعد في الفضاء فيها 5 شهور، وهو قاعد في يوم من الايام في محطة الفضاء بتاعته لقى رسالة اغرب من الخيال جاياله، وما كانش مصدق نفسه بسببها. الرسالة دي بتقول له للاسف تم تفكيك الاتحاد اللي انت كنت تابع ليه، ودلوقتي حاليا مفيش حاجه اسمها اتحاد سوفيتي، واتقسم ل 15 ولايه، وعشان كده احنا مش هنعرف نرجعك دلوقتي لان احنا لسه بنشوف الامر بتاعك وهتبقى تابع لانه دوله، في نفس الوقت مفيش موازنه كفايه نرجعك بيها للكره الارضيه. سيرجي في الوقت ده اتصدم وبدا يفكر طب هيعمل ايه؟ وازاي هو كان اخر مواطن موجود في الاتحاد ودلوقتي موجود في الفضاء ونسيوه تماما، قبل ما يحصل اي تفكك محدش رجعه تاني. طب دلوقتي في الوضع اللي هو فيه ده هو مفيش دوله معينه تابع ليها، هيعمل ايه؟ فضلت تعدي الايام وسيرجي قاعد في الفضاء ومش عارف يعمل ايه، وفي مراسلات بينه وبين قاعده باينكور في كازاخستان، القاعده دي اللي هو اصلا طلع منها، لكن القاعده دي في الوقت ده ما بقتش تابعه للاتحاد ومش تابعه اصلا لدوله معينه دلوقتي، بس كان في تواصل بينهم عشان كل فتره يبلغوا حد من القاعده دي انه احنا مش عارفين نرجعك تاني دلوقتي، ومعلش استنى شويه لحد ما نشوف هنعمل ايه. وفعلا سيرجي قاعد في الفضاء ومش عارف يعمل ايه، وكل يوم بيعدي عليه بيستهلك اكتر من المواد الغذائيه اللي معاه، وجسمه بيتعرض لمشاكل كبيره لانه خطر القعده في الفضاء مده زياده عن اللازم او عن اللي محسوبه ممكن تعرض عضلاته للضمور او للخطر الاشعاعي او الكانسر او ضعف عام في جهازه المناعي او اختلال في الدوره الدمويه بتاعته، ودي المشاكل اللي كان ممكن يتعرض لها. فعلا جسمه بدا يحس بهذلان وان هو مش قادر يقاوم زي الاول، كل يوم بيعدي عليه بيضعف اكتر، والقاعده على الارض بتبلغه ان احنا لسه مش عارفين هنعمل ايه ومفيش فلوس نرجعك بيها. محطه ماير دي كانت محطه كبيره فضلوا يجمعوا فيها في مراحل من سنه 86، فسيرجي في الوقت ده فضل يفكر وقال انا ممكن ارجع، وكان فعلا معاه الكبسوله الخاصه بيه اللي هي كبسوله العوده اللي ممكن يرجع بيها للكره الارضيه. بس هو كان عنده غيره على محطه الفضاء دي وما كانش عايز يسيبها، لانه عارف في الوقت ده ان هو لو ساب محطه الفضاء ماير هتبقى نهايتها تماما، لان كل اللي جمعوه في خلال السنين اللي فاتت دلوقتي هيسيبها وينزل ومش هتتسلم لحكومه ثانيه او لدوله ثانيه، بالتالي مش هتبقى تابعه لحد، ودي هتعتبر نهايه المحطه دي. وعشان كده سيرجي خد القرار في انه ما يرجعش بالكبسوله بتاعته وهيستنى فوق في الفضاء لحد ما حد يبلغه ازاي هيرجعوه. وفضل يعدي يوم ورا يوم لحد ما في ديسمبر 91 كازاخستان اعلنت انها هتسيطر على محطه الفضاء ماير، في الحاله دي بقت محطه ماير تبع لكازاخستان، بس كان لازم يشكلوا فريق عشان يرجعوا تاني سيرجي للارض، وفي نفس الوقت كان لازم يبقى فيه فلوس كتير جدا عشان يرجع للارض، لان الموضوع بيبقى عباره عن خطط وما بيبقاش عشوائي. وفي الوقت ده بمساعده موسكو عينت اول رائد فضاء عشان يتم رجوع سيرجي، بس لضيق الوقت ولان رائد الفضاء ده كان محتاج سنين عشان يتدرب وعشان يستعيدوا سيرجي، الموضوع فشل تماما وما عرفوش يستعيدوه بالطريقه دي. وكل ده وسيرجي قاعد فوق مستني انه حد يبلغه انه ينزل تاني ازاي. كانت هتبقى محاوله خطر انه سيرجي يرجع لوحده بالكبسوله بتاعته، بس كانت محاوله وهيحاول يعملها. لكن مع بدايه سنه 92 بدا تعاون مشترك بين روسيا والمانيا، والمانيا في الوقت ده دفعت 24 مليون دولار عشان يتم استعاده سيرجي للارض. وفعلا في 25 مارس 92 رجع سيرجي تاني للارض بشكل ضعيف وهزيل جدا بعد مده قضاها في الفضاء اكتر من المده المحدده ليه حوالي 3 أو 4 شهور، يعني تقريبا ضعف المده اللي كان المفروض يقعدها، والمده دي اثرت عليه جدا وعلى جسمه على تغذيته، فنزل للارض وكان عنده مشاكل صحيه كبيره قوي. لكن هو اول ما نزل كان ممتن جدا للحظه اللي رجله لمست فيها الارض، وقال ان هو اخيرا وقف على ارض صلبه. رواد الفضاء دول برضو طلعوا بيضحوا بحاجات كتير قوي عشان يعملوا حاجات فوق في الفضاء، انا مش متخيل احساسه وهو طالع فوق ومش عارف اذا كان هيرجع ولا لا. انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو ده وقول لي رايك في كومنت، لو انت كنت مكان رائد الفضاء ده وكنت في الفضاء والدوله بتاعتك نسيتك هتعمل ايه في وقتها؟ هترجع ولا هتاخد قرار انك تحافظ على المحطه اللي انت فيها؟